يمر بجانبك بشكل خاطف، تحس بوجوده خلفك، قد تلمحه عندما تصفف شعرك في المرآة، وقد تسمع خطاه تتبعك، وربما قام مرة بإيقاظك من النوم. هل هي تخيلات وهلوسة الدماغ، أم هي كائنات الظل قد قررت أن تراها بهيئتها المظلمة؟ حتما قد أحسست في يوم من الأيام وأنت في مكان ما بوجود كائن يراقبك ويختلس النظر إليك، وكأنه يحاول إخافتك أو اختطافك، وسرعان ما يختفي هذا الكائن بمجرد التيقظ بشكل أكبر. هل من تفسير علمي لهذه الظواهر؟ هل من إثباتات ملموسة على ما نشاهده؟ هل هي الأشباح، أم هو قرينك الشيطاني، أم عفريت يلاحقك، أم هو مجرد خيال وهلوسة؟ بعض الناس تخشى الإفصاح عن مرورها بهذه التجربة حتى لا يتم اتهامها بالجنون أو خفة العقل، ولكن الكثير ممن مر ويعيش تجارب مماثلة يفصحون عنها. فأغلب من مر بهذه التجربة يقول أنه يرى مخلوقا لونه رمادي باهت، كأنه ظل يلاحقه ويختلس النظر إليه، وهو يشبه الهيكل الخارجي للإنسان ويختلف معه بلون العيون التي غالبا ما تكون حمراء ولامعة كأنها عيون القطط في ليلة ظلماء. 4 تفسيرات لظاهرة رؤية كائنات الظل. أولا، التخيل، بارادوليا. يفسر بعض الباحثين وبعض العلماء الأمر على أنه مجرد تخيلات وحالة تسمى بارادوليا، حيث يسعى العقل البشري إلى تفسير رؤيته الأشياء غير المفهومة وإلباسها قالبا مفهوما، حيث أن رؤية بعض انكسارات الضوء في غرفة ما قد يفسرها العقل على أنها كائن غريب، وهي تحصل لدى الغالبية، حيث يتخيل الإنسان رؤية الوجوه في الجمادات وفي الغيوم. إن كنت لا تقتنع بهذا التفسير فيوجد تفسير آخر. ثانيا، الأشباح والأطياف. التفسير الثاني هو أن يكون هذا الكائن شبحا ظهر في لحظة غامضة ولسبب ما قد تمت ملاحظته بالعين المجردة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تفسير الشبح أو الطيف يختلف من ثقافة إلى أخرى ومن دين إلى آخر، حيث أن الأشباح مرة توصف بأنها أرواح من غادروا وفارقوا الحياة، ومرة توصف بأنها جن وعفاريت. ثالثا، الشيطان القرين. القرين وهو الرفيق الدائم للإنسان، وهو شيطان من الجن مسؤول عن الوسوسة، وكما هو معروف فإن القرين الشيطاني له قدرات خاصة وسمات لا تتواجد بغيره، إذ له قدرة على الحركة والتنقل السريع، ورغم أنه غير مرئي إلا أنه قد يظهر للإنسان لإخافته وإفزاعه عند تشكله بصورة مخلوق آخر. إن لم تقتنع بعد فإليك تفسيرنا الأخير. رابعا، كائنات الظل. لعل ما يراه المرء من طيف باهت يلاحقه هو حقا كائن غريب لا تعرف ماهيته بعد، مخلوق مظلم بارد ومفزع يلاحقك ويحاول أن يسرق منك شيئا ما، أو ربما هو كائن فضولي جبان يحاول التلصص عليك ليروي قصة مشوقة لأصدقائه عن رؤية كائن بشري مخيف. إن أعجبكم هذا الفيديو يرجى الاشتراك معنا في قناة شاهين أونلاين ليصلكم كل جديد ومفيد وممتع وحصري، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق إن طاب لكم. شكرا لكم.